قلنا زمان ما عملنا فيديو عن الكريبتو، وسنس اليوم الكريبتو بشكل عام والبيتكوين بشكل خاص صاروا حديث المجتمع. بعد ما تخطى سعر البيتكوين $70,000 قررت اعمل هالفيديو لنشوف شو هن التوب 10 لوسز اللي صاروا بال 2014 بعالم الكريبتو. انا بنيت هالفيديو على الاميونيفاي ريبورت يلي تناول وضع الكريبتو باول 3 اشهر من هالسنه. باول كورتر من هالسنه الكريبتو اندستري خسرت $336.3 مليون بسبب السايبر اتاكس، وانخفضت بنسبه 23.1% عن سنه الماضي. According لاميونيفاي ريبورت باول 3 اشهر من سنه 2024 الكريبتو بروجكتس خسروا اكثر من $321 مليون من وراء بس 46 هاكس و15 فرودولنت انسيدنتس. هلا الديسنترلايزد فاينانس او ما يعرف ب ديفاي هي برايم تارجت للهاكرز. According to ميتشل امادور السي او تبع Immunify، الديسنترلايزد فاينانس بتعاني من frequent compromise of private keys. En particulier الايكو سيستم شهد خساره كبيره بسبب البرايفت كي compromises، مما بيأكد الكريتيكال نيد تو سكيور both code and protocol infrastructure. النمبر اوف هاكر اتاكس باول كورتر من سنه 2024 انخفض بنسبه 17.5% مقارنه بنفس الفتره من سنه 2023، وغالبا ما استغلوا الهاكرز الايثيريوم نتورك ويلي كانت ضحيه 33 انسيدنتس. وتاني اكبر عدد اتاكس صار على بي ان بي تشين البلوك تشين مع 14 انسيدنت. بيمثلوا ايثيريوم وبي ان بي تشين لحالهم اكثر من 73% من الاموال المفقوده. اكبر اتاكس كانوا على شركتين، اوربت بريدج ومانشبلز ويب 3 الجيمنج بلاتفورم. الاتاكرز سرقوا اكثر من $81 مليون من اوربت وحوالي $63 مليون من مانشبلز، وبيرحقوا هالشركتين بلاي داب وفيكسد فلوت يلي خسروا ريسبكتيف مع 32 مليون دولار و36 مليون دولار. عم نشوف تابلو يلي بيحدد كل شركة قديش خسرت. الهاكينج لحالها مسؤولة عن 95.6% من الخسارة بقطاع الكريبتو، بينما عمليات الاحتيال مسؤولة عن 4.4% بس. وبحسب المحللين عمليات الاحتيال انخفضت 22.4% بآخر 12 شهر. بال 2023 الهاكرز قدروا يسرقوا $19 مليون من كريبتو بروجكتس مقارنة مع $14 مليون هيدي السنة. However بس 22% من الستولن فاندز رجعوا لأصحابهم بقيمة $73 مليون. بالمقارنة مع النظام المالي المركزي ما خسر ولا دولار بأول 3 أشهر من هالسنة، بس سنة الماضي وبنفس الوقت ولنفس الفترة خسارته كانت حوالي $1.8 مليون. إذا حبيتوا هالفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب، وأنا برجع بشوفكم بفيديوهات تانية.